اه والله. والناس بتقول لك هياخد مكاننا في الشغل وحاجات غريبه كده. انت لاحظت ايه الفتره الاخيره؟ احنا بقينا محاطين بالاي اي في كل حته، من اول واتساب لحد الانستجرام اللي بيختار لك الصور والفيديوهات اللي بتحبها. تخيل كده، الذكاء الاصطناعي بقى في كل حاجه حوالينا، العربيات اللي بتسوق لوحدها، الروبوتس اللي بتساعد في العمليات الجراحيه، وحتى البرامج اللي بتحلل بيانات ضخمه اسرع من اي بني ادم. فطبيعي اول حاجه تيجي في بالك، هو مش الاي اي ده ممكن يهددنا؟ ممكن ياخد شغلنا؟ الاجابه ببساطه لا خالص، بالعكس ده هيساعدنا اكتر. طب ازاي؟ الذكاء الاصطناعي معمول علشان يساعدنا مش ياخد مكاننا، فهو بيعمل الشغل الروتيني والشغل المتكرر، لكن بيسيب لنا احنا التفكير والابداع. البرمجه والروبوتس هي ادوات في ايدينا، وبنستخدمها عشان نوصل لحل اسرع واذكى. مفيش روبوت يقدر يفكر زيك، يبدع زيك، او حتى يحس زيك. الذكاء الاصطناعي والبرمجه مش خطر، بالعكس هو فرصه اننا نشتغل بشكل اذكى، نوفر وقت ونركز على الحاجات اللي بتحتاج عقل وابتكار. يعني بدل ما تخاف من الاي اي، علم ابنك او بنتك يبرمجوا ويبتكروا حاجات جديده، ويبقى ليهم مكان في المستقبل. لان ببساطه العالم اللي جاي مش هيبدل البشر، العالم اللي جاي هيحتاج البشر اللي بيعرفوا يستخدموا التكنولوجيا صح.